بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا صباح هذا اليوم الموافق 31/12/2013 بزيارة المسبح الأولمبي بالعاصمة صنعاء، والحمد لله العمل يسير على قدم الوساق، وإن شاء الله حسب وعد معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد الطاهر الغرياني أن يتم الانتهاء من هذا الإنجاز العظيم برياضة السباحة خلال هذا العام 2014، خلال العام القادم حسب 2014، مما سيكون إضافة نوعية كبيرة جدا لرياضة السباحة في اليمن بإذن الله تعالى. المواصفات المسبح يعني طبعا المسبح زي ما انت شايف يعني مواصفات دولية على أحدث مستوى، والحوض يتكون من طوله يعني 50 متر، وفي إمكانية مستقبلا أن ينقسم إلى 25 متر، وعندك حوض هناك الدايفنج هذا للغطس، وسيتم تركيب منصة لغطس اللاعبين بحيث أنه نستطيع أن نمارس في هذا المسبح جميع رياضة السباحة والألعاب المائية، من السباحات القصيرة والسباحات الطويلة، وأيضا رياضة الغطس، وأيضا لعبة الألعاب المائية. كل هذه الألعاب إن شاء الله بندشنها عند استلامنا لهذا المسبح بإذن الله. المسبح بيكون بحاجة إلى ناس متخصصين لإدارته يعني. أكيد وزارة الشباب والرياضة الآن تسعى لعمل يعني إدارة مختصة ستقوم يعني بالإشراف على تشغيل هذا المسبح، وسيتم اعتماد له نفقة تشغيلية من وزارة المالية بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة. يعني تعتقد إنه بيعطي ثمار المسبح بشكل سريع مثلا؟ نتمنى أن ينجز خلال العام 2014. يعني لا ثمار يعني على أساس تطوير مستوى اللاعبين. أكيد نحن طول الفترة الماضية يعني منذ تأسيس الاتحاد ونحن نمارس نشاطاتنا في مسابح الغير، ومسابح الغير طبعا مسابح غير قانونية ولا تمتلك المواصفات الدولية لامتلاك هذا المسبح، لكن في إطار أنه يكون مسبحنا ومواصفات يعني دولية ومواصفات قانونية أكيد بتتطور اللعبة 100%.